الى حابين وصفه سهله وبنتها خرافيه، ما عليكم غير تبعوا معايا هذا الفيديو. اليوم درت لكم كراتان باذنجان، بوري الباذنجان بكريات الدجاج، بنة خرافية وحصرية في قناتي، وأول مرة راح تشوفوها في اليوتيوب. وهذا الكراتان ما عندي ما نقول فيه، إلا حبيتي تشوفوا الوصفة ما عليكم غير تبعوا معايا لا فيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم ولا صباح الخير عليكم كما تشوفوا الوقت اللي تشوفوا فيه الفيديو. نبداو على بركة الله. أول حاجة نجيبوا الباذنجان تاعنا. أنا هنا درت 3 حبات باذنجان كبار، حطيتهم فوق البلا اللي يروح للفور، درت له البابي كويسون هكا باش ما يلصقوليش، وحطيتهم يتشواو. فوالا نشويوهم كامل، بعد نحطوهم في ساشي ونغطيو عليهم حتى يبردوا تماما باش يسهل نحيو القشره هذه اللي فوقانيه اللي راكم تشوفوا فيها. يا كي تديروها في الساشي بالخف راح تتنحى لكم القشره. نحيو كامل القشره هذه اللي فيهم ونخليوهم ابار ونشوفوا التكميله معايا. كما قلت لكم خياتي، هذا الكراتان اول مره راح نشوفوه في اليوتيوب. هذه طريقه تركيه. والله قد ما نحكي لكم على البنه تاعو ما تصدقونيش، جربوه باش تعرفوا واش راني نهضر. المهم هاد الايامات راكم تعرفوا ما هي سخانه ما هي البرد، يعني دائما الوصفات اللي نديروهم هاد الايامات يجونا، يعني ولادنا ما يحبوا ياكلوا العدس، ما يحبوا ياكلوا اللوبيا، سورتو كي خرجنا من غير كيما صومنا رمضان. صافي نحيرو واش نديرو. يبقى هاد الوصفه توالم بزاف هاد لا بيريود. نجيبوا الباذنجان تاعنا بعد ما نحينانو كامل القشره هذيك، نقطعوه كامل فوق اون بلاك هكا، نقطعوه برك بالموس، ما نرحيوه ما نقطعوه بالموس ونخليوه ابار، ونروحوا نكملوا باقي الوصفه كيفاش نكملوها. نحطوه ابار ونجيبوا البولي تاعنا. تحبوا ديروه بالبولي ديروه، تحبوا ديروه بالفيونداشي ديروه، كل واحد ومقدوره. انا هنا البولي درت ربع صدر تاع الدجاج، درت له رحيته، درت له لا شابلور 2 ملاعق، درت له شويه تاع الزبده ولي زيبيس ديري كيما تحبي. انا هنا درت ايبيس بولي فلفل كحل فقط، هذا ما درت. ودرت الثوم وشويه تاع لا موطارد والبيض، حبه نص حبه تاع البيض على حسب الكميه اللي درتيها انت. الا كبرتي الكميه بيان سور ديري البيض كميه كبيره. المهم نخلطوا كامل هذو المقادير ودرت لهم شويه تاع الخل. الا عندكم الليمون احسن واحسن، ما عنديش انا الليمون، درت له شويه تاع الخل. كما قلت لكم هنا لي زيبيس اختياريه. انا هنا درت ايبيس تاع البولي ودرت شويه فلفل كحل فقط. نتوما ديروش حبيتوا لي زيبيس. نخلطوا كامل هذا البولي تاعنا، الهاشي تاع البولي هاشي تاعنا، نخلطوه مليح مليح ونخليوه ابار. نديروه دي بولات ونخليوه ابار، بيان سور نغطيوه ونحطوه في الفريجيدير يتغطى حتى نجبدو نستعملوه. بيان سور بالاستعانه بشويه تاع الزيت في يدينا. نديرو دي بولات يكونوا صغار متوسطين الحجم، يعني ما يكونوا صغار بزاف ما يكونوا كبار بزاف. الا وصلتوا لهنا ما عليكم غير معايا، ما عليكم غير ديروا لنا جيم وبارطاج لا فيديو وكومونتير شباب كيما نتوما، فضلا وليس امرا. الا بيان سور يعجبكم النوعيه هذا، الا يعجبكم هذه النوعيه من الفيديوهات ما عليكم غير تبعثوا لي في لي كومونتير وانا نلبي لكم الطلب بكل سرور. فوالا خياتي، هنا راح نديرهم كامل دي بولات ونغطيهم ونخليهم ابار، ونروحوا درك نوجدوا الوصفه تاعنا نكملوا الوصفه تاعنا. هنا راح نحضروا البيشاميل. نجيبوا لاكاسرول نحطوا فيها 60 غرام تاع الزبده مع 60 غرام تاع الفارينه، نخلطوهم كامل مع بعض. لازم نخلطوا مليح مليح الفارينه مع الزبده هكا باش تروح لنا ريحه الفارينه، ما تجيناش بنة الفارينه في البيشاميل تاعنا. بعد ما تتخلط مليح تتجانس الفارينه والزبده، نزيدوا لها هذاك الباذنجان اللي قطعناه اللي شويناه وقطعناه، نزيدوه ونخلطوا كامل مع بعض. ومن بعد نزيدوا 2 كيسان تاع الحليب بالكاس هذاك اللي رفد 220 مليلتر. شوفي انت على حسب الكميه اللي درتيها يتغطى لك الباذنجان بالحليب خلاص. فوالا هكا نخلطوا كامل حتى تتقل لنا شويه الخليط تاعنا. بيان سور هنايا ما ننساوش نديروا الملح ونديروا شويه فلفل كحل فقط. هذا مكان ما نكتروش بزاف لي زيبيس باش ما تروح لناش بنت الطبق هذا، لانه هذا الطبق بنته في الباذنجان وكريات الدجاج، يعني كي نكثروا لي زيبيس بزاف راح تروح لنا ريحته. انا هنا درت شويه تاع الثوم فقط على هكا، يعني كان عندي ثوم في الكونجيلاتور على راس المغرف برك، وزيت درت له فلفل كحل ودرت
الملح بيان سور ندوقوا على الملح باش ما ننسى ما تجيناش مالحه بزاف ولا تجينا صامته. ونديروا الفرماج. انا هنا درت الشيدار، نتوما ديروا الفرماج اللي عندكم اللي متوفر عندكم ديروه. هنا درت حوالي قس بول صغيور، ولا نقول لكم ولا هذاك اللي نديروا فيه الفلون، هذاك هو اللي عمرته بالفرماج، فرماج رابي، ولا تقدروا ما ديروا فرماج فوندو كيما تحبوا. يعني هذا شوفوا الطبخ ماهيش سيانس اكزاكت، كيما حبيتوا تلعبوا فيه. فوالا هنا خلاص راني وصلت للمرحله اللي راني حبيتها. نحي درك البيشاميل والباذنجان نحيوه ابار، نغطيو عليه ونروحوا نطيبوا لي بولات اللي وجدناهم من قبل. هنا نحطوا المقله فوق النار، نديروا فيها شويه تاع الزيت ماشي بزاف، لانه هذا الزيت راح نسحقوها من بعد في لاصوص. كي تسخن لنا الزيت نطيبوا لي بولات تاعنا حتى يحمروا لنا، ياخذوا اللون يعني اصفر، يعني ماشي حميمرين بزاف. فوالا نطيبوهم. انا المقله هذه راهي تلصق لي شويه، كي كل ما ندير بول نحركها باش ما تلصقليش. نطيبوهم كامل ونحطوهم ابار حتى يولوا حميمرين. بيان سور نعسوهم، سينو ما ديرهمش يطيبوا مليح يولوا كحوله. فوالا ومن بعد نشوفوا التتمه. بيان سور كما قلت لكم خياتي، ما تنساوناش باللايك والاشتراك والبارطاج. البارطاج خياتي، البارطاج خياتي. راني نتعب معاكم، راني نجيب لكم جديد، راني نجتهد ونجيب لكم كل ما هو جديد، وراني نمد لكم كل الاسرار لنجاح الوصفات. الا عجبكم لي فيديو تاوعي ما عليكم غير تبارطاجيوهم، ولا ما قدرتوش تبارطاجيوهم ديروا لنا جيم لايك لا فيديو لايك خياتي، فضلا وليس امرا. المهم هنا نحيو كامل لي بولات اللي كيطابوا. شفتوا اللون هذا هو اللون اللي راني نسحقو، ما نسحقهمش يولوا لنا حميمرين بزاف. كي نكمل كامل لي بولات تاوعي نروح نوجد لاصوص في نفس المقله اللي درتها، اللي طيبت فيها لي بولات. فوالا واش ندير، واش نسحقوا حنايا في لاصوص؟ نسحقوا فيها شويه تاع الثوم، شويه تاع طوماطيش كونسيرف، وشويه تاع الطوماط. انا كان عندي طوماط في الكونجيلاتور رابي، درتها في رمضان، بقات لي من رمضان. نتوما الا ما عندكمش ديروا غير الكونسيرف وديروا لها شويه تاع الماء وخلطوا وديروا لي زيبيس اللي درتهم في البولي. بيان سور هنا درت غير شويه تاع الملح والفلفل الكحل وإبيس بولي فقط. فوالا ونديروا شويه تاع الماء حتى تتنحى لنا لاسيديتي تاع الطوماطيش. بيان سور ونديروا لي بولات تاعنا، نديروا فيها شويه تاع الماء، نخليوها طيب ميم با 5 دقائق ونطفيو عليها. فوالا لا فيديو راهي مفهومه، يعني ماشي ما فيهاش حاجه يعني كومبليكي، مفهومه. ندير لي بولات كي نقلي لاصوص بيان كوم الفو، نقليها مليح، ندير لها شويه تاع الماء باش تروح لنا لاسيديتي تاع الطوماطيش. لازم نقليو الطوماطيش كونسيرف، نقليوها مليح ونديروا الماء ونخليو لاصوص تاعنا ولي بولات يطيبوا مع بعض، يتجانسوا مع بعض، ونغطيو عليهم ونروحوا درك نكملوا نوجدوا نقرنيو الكراتان تاعنا. هنا دوك وصلنا للمرحله تاع الكراتان. هنا كامل رانا نطيبوا في لي زيتاب. فوالا دوك نجيبوا المول اللي يروح للفور، خيرو كاري، خيرو مدور، خيرو كما حبيتوا. انا هنا جاتني عاليه شويه، الا حبيتي تجيك هابطه شويه خيري المول اللي يكون كبير شويه على هذا. ندير هذيك الخلطه لا بيغي هذيك تاع البيشاميل والباذنجان، نديرها في البلا هي الاولى، ومن بعد نروح نزيد ندير عليها لاصوص هذيك تاع لي بولات تاع الدجاج. ومن بعد نكون شعلنا الفور تاعنا على 200 درجه بيان سور من قبل باش يسخن مليح، باش الكراتات تاعنا ما يجيناش يابس. سينو الا كان الفور تاعنا بارد ماشي سخون بزاف، الكراتان راح يتشرب كامل هذيك الكميه تاع السوائل اللي فيه، من بعد يولي لنا يابس. صافو خذوا حذركم من هذا، لازم الفور تاعكم يكون سخون بزاف. نحطوا درك هذيك لاصوص تاع لي بولات مع لي بولات بيان سور نحطوهم فوق لا بيغي تاع الباذنجان، ونديروا لها شويه فرماج من الفوق. انا درت الشيدار، وكل واحد يدير الفرماج اللي يبغيه اللي يحبوه. ونحطوا الكراتان تاعنا في الفور، كلش راه طايب هنايا يتكراتينا برك هذا مكان، يعني حوالي نص ساعه هكاك. نشوفوا هكا يمد فقاعات من الفوق هكا، والفرماج يذوب، نشعلوا له من الفوق يتحمر ونحيوه. وبصحتكم وشهيتكم في الجنه خياتي. دوك نروح نشوفوا الوصفه تاعنا جاهزه، وصراحه البنه تاعو خرافيه. والله تقولي ماكم تاكلوا في الباذنجان. بنتو
شوفوا جربوه، باسكو اي حاجه نقولها لكم صافي جربوه نتوما وتعرفوا واش راني نحضر. بنه خرافيه، ديجا هكا تقدروا تاكلوه هكا كيما راه نقدروا ناكلوه بلا ما نديروه في الفور. محبي بيان سور اللي محبي الباذنجان، والله عندي بنتي ما تحبش الباذنجان، لكن والله كلاتو قسما بالله غير كلاتو وما فاقتش ميم با باللي هذا باذنجان صراحه. وقلت لها يعني قلت لها هذا باذنجان، مي صراحه كلاتو وزدت كلاتو كيبقى والله العظيم، يعني ما بقى منه حتى يعني فتيته كامل كليناه. شهيتكم في الجنه خياتي، نتمنى تجربوا هذه الوصفه. كما قلت لكم هذه وصفه حصريه في قناتي، يعني ماهيش دايره بزاف في اليوتيوب. نتمنى تدعمونا خياتي بلي لايك وبالبارطاج وبالكومونتير شباب كيما نتوما. اطلعوا في رواحكم ونخليكم مع الصور وتشوفوا الكراتان تاعنا كيفاش جانا من الداخل. شوفوا خياتي يجي كي شو راكي تاكلي لابيري تاع البطاطا، صراحه هايل هايل هايل. فوالا جربوا خياتي ونتمنى يعجبكم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.